برافو نادي الزمالك، شابوه لعيبه الزمالك على الاداء اللي قدموه قصاد لعيبه الاهلي اللي بتقبض ملايين، اللي مرتباتها حاضره، اللي عندهم استقرار. ونادي الزمالك اللي اللعيبه رافعه عليه قواضي واللعيبه ما بتاخدش مرتباتها وما عندكمش صفقات في قيد ومفيش فلوس ومفيش اداري فيهم بيعرف يتكلم، في فشل في الاداره وعندهم كل المشاكل دي كلها، ومع ذلك انت اللي عامل صفقات بملايين مش عارف تنزل تكسبهم. نادي الزمالك ما استسلمش للوهم ان هو ينزل يخسر من الاهلي، ما تقبلوش الفكره. لعيبه الزمالك اللي احنا بنطلع نتكلم ونتريق ونحفل عليها كانوا رجاله وارجل من لعيبه النادي الاهلي، والتشكيل الزفت بتاع المدرب الجبان هو اللي وصلنا لكده. تحسبها بالعقل معلش، لا شابوه. هتيجي انت تبقى مقهور وجمهور الزمالك فرحان، هو فرحان لان انت ما عرفتش تكسبه وهو عنده كل المشاكل دي كلها. انت مستقر نفسيا وماديا واداريا وكل حاجه متهيئه لك على طبق من ذهب ان انت تنزل تكسب الزمالك 3 و4. لو انا بقول كلام غلط يكتب لي في الكومنتات يقول لي ان كلامي غلط، لكن ما نضحكش على نفسنا كاهلاويه. الاهلي وصل لمرحله انه عايز ينزل يكسب من غير ما يلعب، اللعيبه مش عايزه تتعب. ده ماتش يخلص 3 ويخلص 4. الزمالك بيعاني، الزمالك ما فيهوش فلوس، الزمالك ما عملش صفقات كويسه، وانت جايب لي اشرف بن شرقي وجراداشار وصارف مليارات وجايب صفقات قد كده، مش عارف تنزل تدي الزمالك 3 4. لا ده انجاز طبعا، ده انجاز اللي عمله الزمالك، ده انجاز ولازم كلنا نقف نقول شابوه نادي الزمالك.